يا صباح الفل او مساء الفل عليكم، بجد وحشتوني جدا جدا. من الفيديو اللي فات بجد، يعني بجد بتوحشوني. والنهارده نزلت لكم فيديو بجد، يعني بحاول على قد ما اقدر انزل لكم فيديوهات كل يوم. بس ادعولي بجد عشان خاطر الكسل بجد وحش جدا ماسك فيا ليه مش فاهمه. بس ادعولي ان انا انزل لكم فيديوهات كل يوم. واتفرجي على اخر الفيديو، ممكن تفيدك حاجات انتي مش في علم. يعني حاجات ممكن تفيدك في شقتك مش بعلم بيها، ممكن تفيدك عادي. النهارده بقى روتين بقى في المطبخ عادي. بس اهم حاجه انكم تدعولي إن الكسل ده يروح مني خالص، عشان الكسل بجد فعلا فعلا وحش قوي، بيعطل الدنيا كلها. بس ويلا بينا نبتدي بقى في اليوم بقى الروتين بتاع النهارده. النهارده الروتين بقى بتاع المطبخ. النهارده بقى هنطبخ كده مع بعضنا، وهنعمل اكل مع بعضنا. طبعا انا مش عاوزه اقول لكم، انا بتعلم منكم يا جماعه. انا برضو مهما عملت برضو بتعلم منكم. مهما عملت في الاكل بتعلم منكم. انا اتعلمت من مامتي الحاجات الاكل ديت اللي انا بعملها قدامكم ديت. وبرضو باخد خبراتكم برضو على النت يا جماعه. يعني مهما اقول برضو مش زي الناس الكبيره. الناس الكبيره صراحه اساتذه. اساتذه محدش يتريق عليا يا جماعه. انا على قد معرفتي بعمل. بس وعاوزه اقول لكم بجد بحبكم جدا، وميرسي ليكم لكل اللي بيخش وبيعمل اشتراك في القناه، واللي بيكتب كومنت، واللي بيعمل لايك. بجد ميرسي ليكم بجد، وبجد شرفتوني ورحبت، يعني وانا مرحبه بيكم جدا وبحبكم جدا. بس واتفرجي على اخر الفيديو، ممكن تفيدك حاجات معايا وتستفادي منها. بس ويلا بينا نبتدي بقى الفيديو. بص بقى، انا ظبطت بقى. انتوا لو خدتوا بالكم بقى في الاول انا مسكت الرخامه وظبطتها، عشان انا لما بحب بقى اخش اعمل اكل بقى. انا ما بحبش اكون اشوف بقى حاجه قدامي في وشي خالص صراحه يعني. بس ما بحبش الكركبه، ما بحبش القرف اللي جنبي، ما بحبش اي حاجه. يعني بحب الدنيا تكون مظبطه كده. وايه، وبعد كده ابتدي بقى على حاجه بقى على روقان بقى، ونضافه بقى على روقان. بس مسكت الرخامه ظبطتها ونضفتها بقى، وقلت بقى عايشه انا احط لكم على حاجه بقى على نظافه بقى وايه وتدوت. ومسكت بقى اللي احنا البوتاجاز اللي عملناه مع بعضنا. بص بقى، لما تعملوا الحاجه بقى اول باول تبقى نظافه. هنا بقى جبت طلبات بقى، اللي هو اكياس المكرونه بتاعت رويال. المكرونه صراحه حلوه وناشفه، مش ان هي تتقطع بسهوله في اللي انتي تحطيها في الفرن ولا اي حاجه. لا، ماسكه نفسها. وجبت دريم كيك. دريم انتوا عارفيني طبعا انا بحبها، والبيت كله بيحبها صراحه. بس نفسي اغير بقى، اجيب بقى اللي هي بتاعه البرتقال. بس صراحه كل ما اجي ابص بقى على في المحل، ما في كيكه البرتقال. لا، عيني تسوق على صراحه على كيكه الشوكولاته. بس وبعد كده جبت بقى كيس المكرونه بقى هنا بقى. وانا بحب ايه احطه احطه في مش عارفه اسمها ايه دي. انا نسيت اسمها. في المصفى. افتكرت بحطها في المصفى عشان ايه، لو فيها اي تراب ولا فيها اي حاجه تنزل. وطبعا سلطه المكرونه طبعا. طبعا دي كتر خير مامتي يا جماعه، هي اللي معلماني الحاجات دي كلها. ما اقول عايزه اقولها ميرسي 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 ليك بجد ليكي. يعني من غيرك صراحه ما كناش عرفنا عملنا ايه. بس وبعد كده جبت البصل بقى وخرطته، وبعد كده عملته في الكبه. طبعا انتوا عايزين تعرفوا اللي انا هعمل ايه. هنعمل بقى ايه، مكرونه بشاميل. طبعا يا جماعه انا مش هاجي برضو جنب خبرتكم حاجه. انا بتعلم منكم، بتعلم من مامتي، بتعلم منكم والناس الكبيره صراحه خبره. مهما نعمل برضو هم الاكل وهم الاساس وهم الطعم وهم كل حاجه. بس مسكت بقى البوتاجاز بقى، ظبطته بقى ونضفته الاول. وبعد كده بقى قلت اشتغل بقى على نظافه بقى. روقان بقى، نشتغل بقى على روقان. احلى حاجه الروقان. دي سمنه بقى كنت جايباها بقى من الدير بقى. صراحه حلوه. كنت جايباها بكام، ب280. بس هي مش بيضه قوي يعني. بس طبعا الناس اللي عندهم خبره بقى. بس هما بيقولوا سمنة جاموسي. انا مش عارفة بقى سمنة جاموسي مش. بس هي سمنة جاموسي، بس هي حلوة صراحة. كلمة الحق تتقال، هي حلوة. آم، بس مسكت البصل بقى وعملت بقى، وحطيت البصل وحطيت السمنة وملح بقى وشطة بقى، وظبطت الدنيا.
بس وبعد كده بقى يعني جبت بقى اللبن. عايزه اقول لكم حاجه بقى يعني حصلت معايا انا وبعمل المكرونه البشاميل. انتوا عارفين اللبن، يعني كنت لسه جايباه قبل ما اطلع وحطيته في التلاجة. بس قلت بقى ايه لما النور يجي بحطه وايه وبعد كده هعمل بيه ايه بعد كده النور يجي واحطه واعمله عشان خاطر ايه البشاميل. النور طبعا قطع، وطبعا البتاع دوت اللي فين في التلاجة بوظ لي اللبن. انا قلت احطه في التلاجة مفيش مشكلة يعني. بوظ لي اللبن. طبعا اللبن كركب. قلت له حرام، ما هو طعمه طعم اللبن. صراحة عملت بيه البشاميل، بس صراحة يعني عايزة اقول لكم تحسي ان انتي حاطة لبن يعني. طبعا انتوا اللبن بيبقى عامل زي الرايب. لقيته طعمه عادي، لكن ما فيش اي حاجه حصلت، ما فيش اي تدوت. قلت خساره صراحه يعني، لكن انا باكل قشطه باكل رايب. بس وكملت عادي، ما فيش اي مشكله. قلت لسه هنزل اجيب كيلو لبن تاني. قلت صراحه مش نازله، انا هعمل بيه عمل ما عملش بقى. انا عملت حاجتي بس صراحه. يعني تحسي ربنا واقف معايا. لا الدنيا مشيت عادي، مفيش اي مشكله. البشاميل اللي اتعمل وحلو، ولما المكرونه اتحضرت تمام بقى كل حاجه حلوه. لا الدنيا ظبطت صراحه. بصوا بقى، انا حطيت اللبن هنا وحطيت الكيس اللي هو شوية الدقيق. في ناس بتحط معلقتين، في ناس بتحط 4 معالق دقيق. على حسب بقى طبعا انت بتحطيهم بقى بعد كده على النار. وطبعا دوت بيتقل معاكي، بعد كده بتعمليه بالمضرب بتاع الهاند بلندر. دي الطريقة اللي بتاعتي، اللي انا عارفاها، اللي متعلماها. في يمكن عندهم طريقة تانية انا مش عارفة بقى، اللي هي ممكن. بس دي اللي انا متعلماها منكم صراحة، ومن مامتي ومن الناس اللي على النت، دي نفس الطريقة. بس وبعد كده بقى عشان انا بقى طبعا ما بحب البشاميل اللي بقى يكون فيه صوص بقى. بحب يكون طعمه حلو. بحط فلفل وشطه بقى. وبص بقى، انا حطيت هنا موزاريلا. عايزه اقول لكم يا جماعه، البشاميل طالع كأنه جوسي. كأنه طلع جوسي. بجد تحس ان ايه ده. بجد حلو جدا طعمه. الجوسي بقى طبعا الموزاريلا طالع بقى. بص كأنكم بتسحبوا بقى مكرونه بقى ايه. بس انا عشان ما حطيتش الكيك ما كانش باينه قوي، بس انت لو حطيتي كتير ممكن لو حطيتي نص كيلو هيبقى حلو جدا. بس انا حطيت هنا زيت الاول، بعد كده حطيت البشاميل. انا بحب اغرق البشاميل من تحت الاول، بس عشان ما تمسكش ايه فيها. عايزه اقول لكم ان انا خدت وقت فيها يا جماعه، مش طلبات. انا مقصره لكم الفيديو من ساعه ل يعني ربع ساعه، يعني ما كملتش حتى ربع ساعه. حتى تلاحظوا في الفيديو عماله اسرع بطريقه غبيه قوي، عشان ايه ما انتوا ما تملوش. بس وجبت نص كيلو مفروم، حطيت التدوت. حطيت اللحمه المفرومه عليها. بعد كده جبت بقى بقية المكرونة. كيس المكرونة يا جماعة كيلو. كيس المكرونة كيلو. عايزين بقى نعمل بقى حاجات بقى ايه، اللي هو مشتريات. عايزين نجيب نعمل فيديو مشتريات هدوم، مشتريات اكل، مشتريات اي حاجة. المهم هيفيد الكل، كل حاجة هتفيد الكل. اذا كنت ست بيت، اذا كنت بقى بنوتة حلوة شبهي زي يعني. اذا كنت بقى عروسة جديدة لسه بتتجهزي، اذا كنت بقى لسه متجوزة جديد. كلنا بنستفاد من بعضنا. بس هنا بقى انا خلصت بقى وحطيت بقى البشاميل بقى، غرقتها بشاميل. صراحة غرقتها بشاميل. حتى في اخر الفيديو هتلاقي البشاميل تقيل قوي. بعد كده انا عملت طبعا الكيكة بتاعتي اللي انتوا عارفين ان انا بحبها. وطبعا انا بحب اعمل البيض الاول بره، عشان لو في اي حاجة نزلت لا يعني اطلعها قبل ما احطها بقى في الحلة التانية، او في الصينية التانية. بس وحطيت هنا بقى وضربتهم في بعض وحطيتهم. وبعد كده احط بقى الكيكه بتاع الدريم. هي انا حتى بوريها لكم يا جماعه. بس بصراحه حلوه جدا. انا عايزه اغير الانواع تانية. عايزه اجرب بتاعه الكيكه اللي هي البرتقاني، الكيكه السفنجيه.
عايزه اجرب حاجات تانية، بس صراحه مش من عادتي اللي انا بحب اجرب، لا بحب يعني لو عملت حاجه ممكن اخليني تقعد بيها شهور عشان لما اجرب حاجه تانية. عايزه ابطل العاده دي، نفسي ابطلها. بس والكيكه طلعت حلوه صراحه. طبعا عشان طلعتها سخنه وقطعتها طبعا اتفتفتت معايا. طبعا هي عايزه بقى طبعا ايه، هي عاوزه اللي انت تكوني في روقان كده، وه... وتكون هي بردت عشان ايه تطلع سليمه. بس ولو اول مره تشوفيني، انا نيفين بعمل فيديوهات روتينات في البيت وفي السكين كير وفي سكين هير وفيديو، وممكن تستفيدي من الفيديو بتاعي. وبجد برحب بيكم جدا، لكل اللي دخل جديد وكل اللي بيعمل لي كومنت وكل اللي بيعمل لي لايكات، بجد برحب بيكم جدا. بصوا بقى على اخر اليوم المطبخ كله اتقلب يا جماعه اهي. بصوا بقى انا هقطعها قدامكم. بصوا بقى بجد حلوه جدا، والكيكه هوريها لكم دلوقتي. وميرسي لكم بجد لو اتفرجتوا الفيديو. بصوا طلع جوسي، كل حاجه جوسي. بس وما تنسينيش في اللايك وفي الكومنت حلو منك، وفي تعليق حلو، تعليق او كومنت.